الاهلاويه يا حبايب قلبي وحشتوني، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده على قناتي. ومعاكم حسن نور، دي قناتي على اليوتيوب. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حلقه النهارده في غضب من كولر بعد ما استدعى فيتوريا المدرب المنتخب الوطني رباعي النادي الاهلي مارسيل كولر. جاته في دماغه ازاي يكون في رباعي للنادي الاهلي هيشارك مع المنتخب في مباراه اثيوبيا ومباراه السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه في السعوديه يوم 15/9. فمجرد ما سمع الخبر مارسيل كولر اتجنن، وفي غضب من مارسيل كولر ان هو يفتقد لخدمات رباعي النادي الاهلي كمحمد الشناوي او محمد عبد المنعم او مروان عطيه ومحمد هاني كمان. والنادي الاهلي يلعب مباراه السوبر يوم 15/9 في السعوديه، بما ان مباراه مصر واثيوبيا يوم 8/9، ففاضل 7 ايام على مباراه السوبر للنادي الاهلي. ومفيش قلق، رباعي النادي الاهلي هيقدر يلحق مباراه السوبر؟ لا يا اسطى، مباراه وديه مع تونس في القاهره يوم 12/9 قبل مباراه السوبر ب3 ايام. والاهلي ولاعيبه النادي الاهلي هتكون متواجده في السعوديه، ورباعي النادي الاهلي هيقدر يسافر للسعوديه. ازاي هيكون في ارهاق للاعيبه النادي الاهلي؟ فكولر غضبان جدا ان رباعي النادي الاهلي هيكون في المنتخب. وفيتوريا صرح وقال احنا عارفين النادي الاهلي في مخيم ومستعدات في النمسا ومعسكر في النمسا، عشان كده ما عندوش مباراه، واحنا اخترنا رباعي النادي الاهلي اللي هيشارك امام مباراه اثيوبيا، وهيشارك كمان في مباراه تونس الوديه يوم 12/9 الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. في القاهره كولر غضبان، وفي غضب من كولر هيفتقد لخدمات رباعي النادي الاهلي. والخطيب يحط الخطوات الاخيره لصفقه موليكا، وبيعرض على بشكتاش التركي 5 مليون دولار لضم موليكا للنادي الاهلي. الفتره اللي جايه، الايام اللي جايه هتبين النادي الاهلي هيقدر ياخد موليكا ليه ويضم موليكا للنادي الاهلي وينجح في ضم موليكا للنادي الاهلي. انا شايف ان موليكا لاعب جامد وعنده مهارات وعنده قدرات عاليه ان هو يقدر ينجح في هجوم النادي الاهلي وينجح في النادي الاهلي ويقود هجوم النادي الاهلي ويقدر يحقق بطولات مع النادي الاهلي. عموما خليكم معايا لنهايه الفيديو، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واضغطوا لايك للفيديو. يلا بينا على الفيديو وصلوا على النبي. اخر كلام في صفقه موليكا. عموما النادي الاهلي بعد فشل صفقه سوزا قام رجع يفاوض موليكا، والخطيب النهارده على اداره بشكتاش 5 مليون دولار. ده اخر كلام، النادي الاهلي بيعرض 5 مليون دولار، ما كانش وصل للرقم ده قبل كده في صفقه موليكا اللي توقفت عند 3 مليون دولار او 3 مليون دولار ونص. وانا شايف ان النادي الاهلي لو دفع 3 مليون دولار ونص في موليكا هيبقى غلطان، ان موليكا قيمته التسويقيه 4 مليون يورو. فانا شايف النادي الاهلي في زنقه ومحتاج مهاجم قبل اغلاق باب القيد يوم 15/9. فالنادي الاهلي هيدفع اي مبلغ عشان يرضي جماهير النادي الاهلي، بما ان هو في فترتين انتقالات النادي الاهلي هيفشل في ضم مهاجم سوبر للنادي الاهلي. فده عيب في حق اداره النادي الاهلي ومدير التعاقدات النادي الاهلي، مش بامكانيات كبيره ان هو يقدر يحسم صفقات النادي الاهلي. الخطيب النهارده اتدخل، عايزين يا جماعه موليكا خدوا 5 مليون دولار ويلا نتوكل على الله ونمضي عقد وموليكا يجي النادي الاهلي. لكن بشكتاش قبل كده قال لك انا عايز 10 مليون دولار او 9 مليون دولار لاداره النادي الاهلي والمحبوب الخطيب. وطبعا ده مش في امكانيات النادي الاهلي يدفع مبلغ بقيمه 10 مليون دولار لبشكتاش عشان يحصل على خدمات موليكا. انا شايف ان هو موليكا مهاجم جامد، لكن معلش النادي الاهلي اتاخر جدا ان هو يحسم صفقه موليكا. ده الكلام ده كله كان من ميركاتو الشتوي. معاك فلوس، الفلوس هي اللي بتقضي، يبقى انا اقدر اخلص الصفقه في 2 كلام او في يومين في 3. عموما هو فاضل 15 يوم على غلق باب القيد. النادي الاهلي يقدر لو هيدفع يخلص اي مهاجم تقيل يقود النادي الاهلي لبر الامان ويشارك معاه في السوبر الافريقي، ويشارك معاه في كاس العالم للانديه، ويشارك معاه في بطوله السوبر ليج الافريقيه ودوري الابطال. وبكده نطمن ان يكون النادي الاهلي حصل على خدمات مهاجم ممتاز. جماهير النادي الاهلي تطمن، جماهير النادي الاهلي قلقانه ان النادي الاهلي مش قادر يحسم صفقه لحد دلوقتي. كل ما بيدخل الصفقه ما بتنجحش، يا اما بسبب المبلغ المادي يا بسبب ان الفريق اللي مش عايز يفرط في المهاجم. وده كان اخر حاجه اللي هي صفقه سوزا اللي قعدت يجي شهر نماطل، وفي الاخر النادي الكوري الجنوبي قال لك لا، بالاخر انا مش هبيع مش هبيع سوزا، اسف، عشان ما عنديش بديل لسوزا. النادي الاهلي دور لقى نفسه خلاص الميركاتو الصيفي هيتقفل وهو لسه ما جابش مهاجم
صريح، راس حربة ممتاز، راس حربة سوبر، عنده امكانيات، عنده تسديدات عالية، عنده ان هو يجيد العاب الهواء. للاسف المرة الالف ان النادي الاهلي بيرجع لبوليكا. ده عيب في حق النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي اشعاره براند وبطولات ومباريات جايه وفي بطولات مختلفه من غير مهاجم، فده عيب كتير ان النادي الاهلي بيمشي ثلاثي هجومي زي محمد شريف للخليج السعودي، وبيمشي كمان شادي حسين، وبيمشي حسام حسن، ورجع صلاح محسن. وبيرجع النهارده بنسمع خبر النادي الاهلي بيتفاوض مع سيراميكا كليوباترا لضم جون ابوكا. فده الكلام مفروض يعني ممنوع او غير مرغوب فيه ان النادي الاهلي يجيب لاعب زي جون ابوكا يقود هجوم النادي الاهلي. وانا هلعب قدام الاتحاد السعودي، قدام مانشستر سيتي ممكن، او قدام فريق مكسيكي او اوكلاند سيتي وفرق مختلفه وفرق قويه، وكمان هلعب في السوبر الافريقي اللي انا محتاج ان انا احقق بطوله السوبر الافريقي السادسه مع مارسيل كولر. ومارسيل كولر طلب منهم وقال انا عايز مهاجم صريح. يا اداره النادي الاهلي بقالي 6 شهور بغني ما حدش قادر يخلص في 2 كلام. لا يا جماعه، انا بعت حمدي فتحي وبعت محمد شريف، جبت 5 مليون دولار، حسمت صفقتين، صفقه رضا سليم ولا كان امام عاشور ب5 مليون دولار، ومعايا فلوس. انتوا دايما بتقول دايما النادي الاهلي عنده رعاه وعنده اعلانات وبتجيله مليارات وخزينته ما شاء الله وبيعمل افتتاحات في فروع النادي الاهلي، كان الشيخ زايد اخر حاجه. فانت مش هتستخسر ان انت تدفع 4 5 6 مليون دولار في مهاجم يقدر يحقق لك بطوله زي بطوله السوبر الافريقي او بطوله دوري الابطال اللي بتاخد منها 4 مليون دولار سنويا، او كاس العالم لو اخدت فضيه وجوائز كاس العالم، ولا بطوله السوبر ليج اللي لو حصل البطل على في السوبر ليج على البطوله هياخد 10 مليون دولار. فانت لو تبص للجوائز بتاع البطولات، لو جبت مهاجم سوبر حقق لك بطوله كده انت جبت حقه غير الاعلانات اللاعب والشغل العالي ده. فانا شايف النادي الاهلي راس حربه صريح سوبر قبل اغلاق باب القيد، عشان جماهير النادي الاهلي ما تعتبش على الاداره او مدير التعاقدات، وجماهير النادي ما تخرجش عن شعورها وتقعد تقول كلام مش عايزينه او الفاظ مش عايزينها في حق اي واحد من اداريين النادي الاهلي. فانا شايف ان الخطيب يا ريت يخلص صفقه موليكا في اسرع وقت ممكن، عشان انا شايف المهاجم اللي هو بحجم النادي الاهلي على الساحه لحد دلوقتي هو موليكا. نروح لمارسيل كولر، ومارسيل كولر غضبان ليه من انضمام رباعي النادي الاهلي للمنتخب المصري بعد ما اعلن المدير الفني للمنتخب المصري روفي دوريا انضمام محمد الشناوي وكمان محمد عبد المنعم ومروان عطيه ومحمد هاني رباعي النادي الاهلي للمنتخب في مباراه اثيوبيا اللي هتكون يوم 8/9 في تصفيات افريقيا، ومباراه السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه في السعوديه في مدينه الطائف يوم 15/9 بفاضل 7 ايام على المباراه. كده رباعي النادي الاهلي هيسافر السعوديه ومزاجه عال وهيستجم هناك ويستعد لمباراه السوبر. فما فيش مشكله يا مارسيل كولر تغضب ان رباعي النادي الاهلي هيكون في خدمه المنتخب المصري، لكن يا باشا في مباراه وديه امام تونس في القاهره الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. من هنا هتكون بعثه النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي متواجدين في السعوديه في مدينه الطائف بيستعدوا لمباراه السوبر الافريقي، عايزين يحققوا بطوله. وكولر طبعا طمعان في البطولات وعايز يحقق البطوله السادسه ليه مع النادي الاهلي. فرباعي النادي الاهلي هيلعب المباراه يوم 12 وهيسافر في يومين السعوديه، فهيكون اجهاد وارهاق للاعبين النادي الاهلي ومش هيعرفوا يستعدوا او يكون في كماله لياقتهم البدنيه لمباراه السوبر. فده اللي مزعل مارسيل كولر ان رباعي النادي الاهلي انضم للمنتخب، والمباراه الوديه امام تونس هي العائق قدام رباعي النادي الاهلي. فما في مشكله، الاهلي بمن حضر النادي الاهلي هيقدر يعبر اتحاد العاصمه ويقدر يحقق بطوله السوبر الافريقي مع مارسيل كولر. جماهير النادي الاهلي هتحتفل ببطوله السوبر الافريقي مع مارسيل كولر، وتستمر انجازات مارسيل كولر وبطولاته مع النادي الاهلي ويكتب تاريخ من ذهب مع النادي الاهلي. اخر حته في الفيديو اللي هي المهمه، بعد ما سمعت ان النادي الاهلي فشل في ضم سوزا بسبب ان الفريق الكوري الجنوبي مش عايز سوزا يرحل عن الفريق عشان ما عندوش بديل ليقود هجوم الفريق الكوري الجنوبي، انا جيت في نفسي واتكلمت وقلت النادي الاهلي خسر مهاجم بحجم عبد العزيز يعقوبو، المهاجم الغاني. المهاجم ده عمل ايه الموسم ده؟ الموسم ده عمل 15 مشاركه سجل فيهم 13 هدف،
طبعا عبد العزيز يعقوب وصل القاهره، الجهاز الطبي بتاع النادي الاهلي كشف عليه، قال لك ده الراجل ده عنده رباط صليبي ومش هينفع يلعب في النادي الاهلي. وفعلا الصفقه فشلت واتفشكلت، وقعدنا يجي اسبوع نقول عبد العزيز يعقوب انضم للنادي الاهلي. عبد العزيز يعقوب انضم للنادي الاهلي، الجهاز الطبي للنادي قال لك عبد العزيز يعقوب ما اكتس الكشف الطبي، وعشان كده النادي الاهلي رفض التعاقد مع اللاعب، واللاعب ما بينضمش للنادي الاهلي وبيقوم راجع للفريق اللي كان بيلعب فيه. واللاعب بعدها باربع ايام بيلعب وبيسجل هدفين، وبيجي الموسم ده بينهي الموسم ده ب 15 مباراه مسجل 13 هدف. يبقى مارسيل كولر عنده حق ان هو بيمشي الجهاز الطبي، مشي الجهاز الطبي اللي قال عبد العزيز يعقوب ما اكتس الكشف الطبي وعنده رباط صليبي. وبيفاجئنا عبد العزيز يعقوب بارقام قياسيه ان هو مسجل 13 هدف في 15 مباراه. احنا خسرنا لاعب زي عبد العزيز يعقوب، وكان هيقود هجوم النادي الاهلي، وكنا هنرتاح من وجع دماغ المهاجم الصريح اللي هيقود النادي الاهلي. والحوار الكبير والروح لبيرسي تاو. بيرسي تاو طبعا في اخبار كتيره بتقول صن داونز عايز بيرسي تاو، وبيرسي تاو عايز يرحل عن النادي الاهلي. لكن بيرسي تاو النادي الاهلي خلاص هيجدد لبيرسي تاو، وبيرسي تاو موافق ان هو يجدد للنادي الاهلي. هو الاهلي طلب ان هو يجدد سنه واحده، وبعد كده مارسيل كولر هو اللي يقول هنجدد او ما نجددش، او المدرب هيقول انا بحاجه لبيرسي تاو، او النادي الاهلي يكون في بديل لبيرسي تاو ويقدر يحسم صفقه بحجم النادي الاهلي ويستغنى عن بيرسي تاو. ده الكلام اللي هنشوفه. لكن النادي الاهلي قال لك بيرسي تاو هيجدد مع النادي الاهلي لحد 2025 سنه واحده. اللاعب مرحب بالنادي الاهلي، وبحس ان بيرسي تاو واحد من ابناء النادي الاهلي. طبعا جماهير النادي الاهلي كلها ما كانتش طايقه حاجه اسمها بيرسي تاو ايام موسيماني بسبب الاصابات، بسبب عدم التالق على يد مارسيل كولر في دوري الابطال او الدوري المصري. جماهير النادي الاهلي عشقت حاجه اسمها بيرسي تاو. بيرسي تاو لا يمكن الاستغناء عنه عند جماهير النادي الاهلي بعد التالق في دوري ابطال افريقيا والاداء العالمي اللي عمله والاسيستات والمشاركه. وواحد من اللعيبه اللي جابت دوري الابطال افريقيا للنادي الاهلي وسابت بصمه في البطوله الحديثه عصر، البطوله الصعبه للنادي الاهلي، بيرسي تاو او حسين الشحات. حسين الشحات بالمناسبه ما انضمش للمنتخب المصري وطالع لاعب قديم للنادي الاهلي. بيعترض ان حسين الشحات ما انضمش للنادي الاهلي، وليه فيتوريا ما اختارش حسين الشحات؟ يا عم خير ان حسين الشحات قاعد مع النادي الاهلي عشان يكون متواجد في بطوله السوبر الافريقي ويكون في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه. حسين الشحات لاعب كبير، وانا شايف ان حسام عاشور كان متالق مع النادي الاهلي وكان اللاعب الجندي المجهول، وبالفعل ما لعبش في المنتخب المصري. ايام حسن شحاته فاللي جايه افضل، وان شاء الله هيكون حسين الشحات في تشكيله المنتخب المباريات اللي جايه. عموما دي مباريات تصفيات، نعدي مباريات التصفيات ونستعد لتصفيات كاس العالم وكمان بطوله افريقيا، وبعدين جماهير النادي الاهلي تستعد لدوري الابطال وكاس العالم والسوبر الافريقي عشان نحتفل مع بطولات جديده مع مارسيل كولر والنادي الاهلي. ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه والبطولات اللي جايه كلها ان شاء الله، ونحتفل بالمهاجم الجديد اللي يجي النادي الاهلي. الخطيب يحسم الصفقه ونقول ان شاء الله المهاجم جه بسلام للنادي الاهلي. اعصاب جماهير النادي الاهلي تستريح، جماهير النادي الاهلي قلقانه وخايفه. طبعا النادي الاهلي ينتهي الميركاتو الصيفي والنادي الاهلي ما يجيبش مهاجم سوبر يقود هجوم النادي الاهلي، عشان عندنا مباريات كتير وبطولات كتير وضغط مباريات جايه. فاحنا محتاجين مهاجم يكون مهاجم توب من العيار التقيل، خاصه النادي الاهلي استغنى على القندوز وطلعوا اعاره لسيراميكا كليوباترا، وهنا في مهاجم اجنبي ناقص للنادي الاهلي وفي مكان فاضي لمهاجم يجي النادي الاهلي. فكلنا مفضين الطريق لموليكا ان شاء الله. صفقه موليكا تنتهي على خير عشان طولت قوي. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. معكم حسن نور لقناه على اليوتيوب. فضلا وليس امرا اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويستنونا فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم.